السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. عاملين ايه في البرد؟ والبرد البهدل المصريين كلها، كل مصر تقريبا واخدة برد. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. نظرا لما تمر به البلاد وغلب وقهر العباد في ارتفاع أسعار الدجاجات، قررت قناة قدورة فود تعمل الآتي. هنعمل النهاردة أكلة هتحايل كده زي ما بيقولوا من المحنة تظهر ايه المنحة، من المحنة تظهر المنحة. انا النهاردة كنت الصراحة اما بحوش في بيتي، اللهم صل على سيدنا محمد، كبد وقوانص كنت بعملها مع بعض، لكن واللي احنا فيه دوت هنعمل ده لوحده وده لوحده. هدي مقدار كده قوانص، يعني اكتر من نص كيلو كده، طبعا انا جمعاها من عندي، يعني محوشاها من عندي ايه الفراخ لما كانت الفراخ فراخ. ودلوقتي لما الفراخ اتنططت علينا كنا بنعمل الاول كبد والقوانص مع بعضيها، دلوقتي هنعمل الكبد بأكلة والقوانص بأكلة، وهنتحايل على الغلا وهنمشي أمورنا برضو. طيب معايا كده 2 بصلة متوسطة، معايا فلفل أخضر ألوان، قطعة جنزبيل فريش، ما عندكيش حطي اللهم صل على محمد بودر، معايا فص الثوم الجميل دوت اهو، ومعايا فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، قوطه مكعبات، ومعايا اللهم صل على سيدنا محمد زي معلقه كبيره كده كرفس، ومعايا بطاطسايه واحده كبيره. دي بطاطسايه فعلا بس كانت كبيره شويه، يعني كانت كف ايدي كده، كانت كبيره كده وانا قطعتها. ومعايا هنا الماده الدهنيه اللي انت عايزاها، الماده الدهنيه اللي تناسبك حطيها. وانا هبتدي اعلي على البوتاجاز عشان كنت موطيه عليه. يبقى هنعمل كبد وقوانص دي، هنعملها بطريقه حلوه قوي قوي، هتعجبك وهتقضي بيها ان شاء الله وجبه. وزي ما قلت لك هنغلي من الوباء ان شاء الله والغلاء والابتلاء والاسعار الجنونيه اللي احنا فيها دي، ونظرا لما ايه زي ما قلت لك كده ارتفاع اسعار الدجاجات وغلب العباد وقهر العباد وغلب العباد. هنتحايل بقى احنا على ايه، على الحاجات دي. هحط بقى كده البصله دي كده، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انك اعلم غايتي وانت وسيلتي، دعوة عبد الله ربه ان مولده تنتصف. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والابتلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والابتلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء يا ارحم الراحمين. اللهم لا تعذبنا بكل شكرنا واستغفارنا، اللهم لا تعذبنا بكل شكرنا واستغفارنا، اللهم لا تعذبنا بكل عبادتنا، اللهم احسن لينا لما انت له واهل له، ولا تحسن لينا لما لا نحن واهل له يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين. طبعا مذكور في القران ان ربنا يبتلينا بايه؟ نقص في الاموال والانفس والثمرات وايه، وبشر الصابرين. فاحنا نصبر كده مع المحنه دي، يا رب تكون محنه ما تطولش ان شاء الله. ربنا يكرمنا جميعا وربنا يصلح الحال جميعا. حضر ورا البصله لحد ما تاخد لون اشقر خفيف. ودلوقتي يا حبايبي البصله خدت لون كده اشقر خفيف اهو، بصي لون كده اشقر خفيف، او نازله بالكبد والقوانص. انا قطعتها واحده على 2، صغيره سبتها، والكبيره قطعتها على ايه، على 2 زي ما انت شايفه كده، صغيره سبتها زي ما هي، والكبيره جبتها على 2. احط الكبد والقوانص كده، قصدي دي كده دي قوانص بس، دي قوانص بس، هنعمل قوانص في اكله والكبد في اكله، عشان نظرا لايه اللي احنا بنمر بيه ده كده. احنا زي ما قلت لك انا كنت بعمل الاثنين على بعض، بس المره دي هعمل دي اكله ودي اكله، والاكله اللي بعملها دي تاكل 4 تنفار، يعني بالظبط كده تاكل 4 تنفار. ومشي حالك ومشي حياتك، علشان زي ما قلت لك من المحنه تاتي الملحه. هبشر بقى الجنزبيل الفريش ده، ما عندكيش حطي بودر، ما تحطيش على حاجه، بس مش هبشرها كلها، هخلي في الاخر برضه ايه همشي منها كده، عشان لما بتحطي بقيه التوابل، يعني دايما تحطي توابلك على ايه ريحته جميله جدا على مرتين، ما تحطيش توابلك على مره واحده. وبرضه هبشر 3/4 فص الثوم عليها كده، شايفه
زي ما انت شايفه كده. وهسيبه برده في الاخر عشان احس بطعم الثوم في الاخر كده. هسيب جزء منه اهو، شايفه؟ يبقى بشرت جزء من الثوم وجزء من الايه، من الجنزبيل الفريش. ما عندكيش كوتشي باودر. هنزل بقى كده الحته اهي ابتدت تبان جميله قوي. ركزي معايا بقى كده. فلفل اسمر، معلقه صغيره كده فلفل اسمر، و سنه قرفه صغيره قوي، او لو انت بتحبيهاش ما تحطيهاش. سنه صغننه جدا بتودي الكلام ده في مكان تاني خالص. ومعلقه صغيره من البهارات اللي انا قلت لكم بعملها للطواجن، بصراحه جميله جدا مش قادره استغنى عنها، حلوه قوي قوي. ومعلقه صغيره جدا شايفه كزبره ناشفه. الحاجات دي كلها عشان اللي بيحس بزفاره من ناحيه اسمها ايه، كده القوانص، او ما بيحبش القوانص بالطريقه دي بيحبها جدا. كده شويه زعتر صغيرين خالص بتفركهم بايدي كده كده اهو. شايفه؟ هقلب كده. الريحه عايزه اقول لك ريحه خطيره، الريحه طالعه جميله جدا جدا. طبعا الجنزبيل الفريش مع الثوم صحاب يا جماعه، صحاب وحبايب واخوات. الجنزبيل بيحب الثوم جدا، والثوم بيحب الجنزبيل، واحتمال يتجوز. ماشي. طيب طبعا هزود ميه، بس ميه ايه، سخنه. ايوه حفظت، هزود ميه سخنه. هزود ميه ايه، وهسيب الجمال ده كله يغلي مع بعضه كويس جدا خالص، يغلي خالص لحد ما تشرب الميه دي كلها. وبعد كده هقول لك هنعمل ايه. يبقى انا هسيبها كده تشرب الميه دي كلها كده، وفي الاخر هقول لك هنعمل ايه. اهو هغطيها كده واسيبها مع نفسها خالص. ودلوقتي يا حبايبي شايفين شربت الميه اللي انا حطيتها لها كلها كده. في الوقت ده هنزل البطاطس، اصفيها وانزلها. البطاطس لما كنت حطاها في شويه ميه كنت حاطه لها معلقه ملح صغيره، فشطفتها وهنزلها كده. وهنزل معاها بقى القوطه والخضار، هخليه في الاخر خالص عشان يفضل حي ومنعنش كده وايه وصاحي نفسه. هنزل قوطه المكعبات كده مع البطاطس مع الجمال ده كله اهو، القوطه المكعبات كده. وهسيب بقى الفلفل والالوان والكرفس وبقيه الثوم والجنزبيل في الاخر خالص لما احس ان البطاطس خلاص ابتدت ايه تستوي. هقلب كده. هحط انا اضافه دلوقتي، دي اضافه حاجات كده زايده، حبيتيها ماشي، ما حبيتيهاش براحتك اهو كده. شايفه الاضافه هي هحط معلقه سماق، هتخلي لك برضو الاكله في مكان تاني خالص، بتضيف طعم كده ومزازه جميله جدا لمعلقه سماقه اهي. شايفه للايه للوصفه. وكمان هضيف معلقه كبيره من دبس الرمان، ودي او دي، دي او دي ايه اضافات، اضافات. ما عندكيش خلاص السماق مش غالي، لو دبس الرمان ما عندكيش ما تحطيهوش. اهو معلقه كده برضو هيوديلك البطاطس والايه والبطاطس والقوانص في حته تانية خالص، والنور عملها معايا اهو. هقلبها كده كده ماشي. هديها بس ايه شقشاق ميه صغير تاني ايه سخنه، علشان البطاطس الأوضة تنزل ميتها والبطاطس ودلوقتي يا حبايبي اديتها كوبايه ميه بالظبط، وشربت كوبايه الميه مع الطماطم. وحطيت لها معلقتين ماجي بودر، معلقه صغيره يعني مش كبيره، معلقتين من دي ماجي بودر. وبعد كده هنزل بقى بكل الخضار، الكرفس
وهسيبها تغلي غلوه واحده مع كل الخضار عشان يفضل مصحصح. وهنحط زي ما قلنا، هنحط ايه، نحط الجنزبيل، بقيه الجنزبيل اهو، بقيه الثوم اهوت اهو كده عشان يفضل طعمها يبان جمالها وجمال طعمها. وبقيه الجنزبيل برضو نحطه كده، نبشره على المبشره اليد دي اليدويه دي. وهتاكلي احلى يخني في الدنيا كله، ويخني بالكبد والقوانص. وده اكلتنا النهارده، يخني الكبد والقوانص. يخني القوانص، مفيش كبد، يخني القوانص عشان انا متعوده اعملها مع بعضها. يخني القوانص مع الخضار والبطاطس. وهسيبها بقى تغلي غلوه واحده كده مع بعضها، كله يتجانس مع بعضه وكله يشرب من بعضه. وهنغرفها وتشوفي اجمل يخني ان شاء الله باذن الله مع قدوره فود. دلوقتي يا حبايبي اليخني بتاعنا باليخني القوانص استوى. شايفه الجمال والالوان. مجرد ما تحطي الفلفل ما تزوديهوش على النار، ما تغيبوش على النار عشان الفلفل ما يفتص منك كده يبقى مصحصح زي ما انت شايفه بالوانه الجميله كده. شايفه المنظر، بصي شايفه الالوان ومنظرها، بصي شايفه الجمال. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل مهم مفيد وجديد وعلى قد الايد من قدوره فود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه اقول لك بس قبل ما اختم، الكميه دي تاكل 4 افراد من نص كيلو قوانص. هتعملي يخني بالخضار وتاكلي 4 افراد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.